الزمالك ملك افريقيا. الزمالك حكاية مجد وتاريخ، حكاية عراقة، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة الأفرو آسيوية للأندية بعد تتويجه بها مرتين، ويعتبر بذلك نادي القرن الأفرو الآسيوي. حق الجماهير مش ليا ولا ليكم، ده حق كمان الملايين اللي لسه هيتولدوا. الزمالك بطل القرن العشرين. دكتور كمال، هو حضرتك في 5 مايو 2016 قلت انه الزمالك هو نادي القرن، وان الاهلي استولى على اللقب نتيجه خطا حسابي بسبب عدم حساب الافرو اسيوي للزمالك واحتسابه للاهلي. صحيح. ده صحيح؟ صحيح. لكل الزملكاوي بيتفرج عليا، الزمالك يا رجاله هو اكثر الانديه الافريقيه تتويجا بالبطولات في نهايه الالفيه الثانيه. الزمالك اكتر فريق حاصل على بطولات دوري الابطال في القرن العشرين 4 مرات، محدش عملها. خلينا بقى نتكلم عن نادي القرن. نادي القرن يا جماعه في كل العالم، خليك معايا. في كل العالم هو النادي الاكثر حصولا على البطولات القاريه. طيب لغايه سنه 2000 كان الزمالك عنده 9 بطولات قاريه والاهلي 7. تمام. واسال، انا بقول كلام، بقول ارقام عاديه. ده يعني كلام موثوق منه يعني؟ لا مش موثوق، انا ما بقولش حاجه مش موثوق منها. طب وبعد خلي الاعداد يقول لك. النادي الاكثر حصولا على البطولات القاريه، نادي الزمالك واخد 9، نادي الاهلي واخد 7. الزمالك اكتر فريق حاصل على كاس السوبر الافريقي مرتين، محدش عملها في القرن العشرين. نادي الزمالك واخد 4 ابطال الدوري يعني ب5 نقط، النادي الاهلي واخد 2 ابطال الدوري. لقب نادي القرن اتفصل للنادي الاهلي باختصار وقتها كان اتحسبت من الاتحاد الافريقي بعدد النقاط. نقاط ايه؟ انت تعملها نقاط، اعملها نقاط معايا دلوقتي. او المهندس مصطفى مراد فهمي راح الاتحاد الافريقي هو والمجموعه الاتحاد الافريقي وعملوا لائحه للنادي القرن، وهو بيقول كده. انا في الانتخابات بتاعت المهندس محمود طاهر اللي فاتت، محمود طاهر قال ان ما تعرفوش ده عمل ايه للنادي الاهلي في نادي القرن، هو قال بنفسه ونزلت على المواقع كلها. استاذ مصطفى مراد فهمي لما جه في انتخابات النادي الاهلي وطلع قال يا جماعه انا ولله الحمد كنت سبب رئيسي ان النادي الاهلي يكون نادي القرن. زي ما انت قلت امبارح يا خالد، ازاي عمرو شاهين ده كان ماسك التصوير في الاتحاد الافريقي، وزي الواد التاني اللي اسمه عمرو مصطفى اللي مرمي في لندن دلوقتي كان ماسك سكرتير عام وابوه سكرتير عام، وتقول لي احنا ما بقيناش نادي القرن ازاي؟ لا دينا عرفنا ما بقيناش نادي القرن ازاي يا زملكاويه. يعني ده تصريح وموجود على الانترنت التصريح دوت. قال عمل ايه؟ قال لهم انا خليت ابطال الدوري زي ابطال الكاس، بدل ما ابطال الدوري ب5 نقط وابطال الكاس ب3 خليت ابطال الدوري ب3 وابطال الكاس ب3. اللي كان ماسك الاتحاد الافريقي في الفتره ده سكرتير عام الاتحاد الافريقي بالظبط. مين؟ مصطفى فهمي. هو اللي عمل كده؟ هو اهلاوي؟ طب هو هيعمل كده في الكاف عشان اهلاوي؟ هو ده اتحاد كبير، اتحاد الكره والتقدم الافريقي. لا والاتحاد موجود هنا في القاهره. تمام، موجود في القاهره، مع القاهره فيها الاهلي وفيها الزمالك. لا بس الزمالك ما كانش ليه رجاله جوه الاتحاد. ما كانش ليه رجاله جوه الاتحاد الافريقي، لكن الاهلي كان له الزمالك، كان له مصطفى مراد فهمي. مشكله ده الزمالك مشكله الزمالك. حقنا مش هنسيبه. مصطفى مراد فهمي ظبط وفصل المعايير على حسب المقاس. مصطفى مراد فهمي اللي كانت سنه 95 عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اللي يطلع من دور ال8 ياخد نقطه، يعني لو انت اشتركت 5 مرات في دور ال8 وطلعت في خلال ال100 سنه تاخد 5 نقاط، واللي ياخد البطوله ياخد 4 نقاط. ما ينفعش اجي انا افصل لك بدله ما تمشيش الا عليك انت. يعني لو دخلت لك 10 انديه او 10 افراد يقيسوا البدله دي فما تطلعش الا على مقاسك انت. انا الترزي فانا عامل البدله اللي تليق على احمد. فاللي هيقيسها مش هتطلع واسعه، هتطلع واسعه عليها، هتطلع مش هتطلع على مقاسه، هتطلع على مقاسك انت بس. فهي اتعملت كده. يعني تخيل واحد في ثانويه عامه قعد 3 مواسم ما يوفقش يجيب 45 او 40%، فجه في الاخر في ال3 مواسم بقى عنده 120%، 40 وواحد تاني جاب 100% عشان يخش الطب. ادخل ابو 120 الطب واسيب اللي نجح من اول مره. يعني الاتحاد الافريقي فصل ده لحساب النادي الاهلي؟ الاتحاد الافريقي مين؟ ده واحد في الاتحاد الافريقي. هو في حاجه اسمها اتحاد افريقيا كان ساعتها؟ واحد منه كان عيسى حياته اللي كان هو رئيس الاتحاد. لا ما بتكلمش على رئيس، هو رئيس اللي كان بيفصل.
مش التارز. وده ما بيحصلش في اي حته. في فرقه توصل دور الثمانيه ياخد بونت. طيب ازاي؟ ايه ده؟ ايه تضارب المصالح ده؟ ايه اللوائح والقوانين دي اللي اي كلام دي؟ بطل ابطال الدوري وبطل ابطال الكؤوس وبطل ابطال كاس الاتحاد بياخدوا 4 بونت للبطل. طب والتاني اللي هو وصل فاينل وخد التاني ما خدش البطوله، يعني انت اتغلبت هتاخد 3 بونت. والثالث والرابع بياخدوا 2 بونت، واللي طلع حصاله في دور الثمانيه بياخد بونت. فاللي بياخد سوبر بياخد بونت. ليه طيب؟ يبقى انت ليه قلصت اول بطل كده؟ عشان الزمالك كان شارك عدد قليل وخد بطولات اكتر. ازاي واحد يكون سكرتير عام الاتحاد الافريقي عضو مجلس اداره الاهلي وهو اللي يحط معايير نادي القرن؟ ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ وبعدين مش انت يا هشام يا عمري كنت بتتريق بتقول لمرتضى منصور مبروك الزمالك خد بطوله اليوفط؟ طب لما هي يوفط زعلانين ليه؟ الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. الزمالك اكتر فريق حاصل على كاس السوبر الافريقي مرتين محدش عملها في القرن العشرين. زعلان ليه؟ الموضوع قلب عندكم جد؟ قلب جد. عرفت ان احنا ما نهزرش وهروح المحكمه. الزمالك ايه؟ الزمالك الاكثر تتويجا بالبطولات المتنوعه 9 القاب. الاكثر تتويجا بالشامبيونز الافريقي 4 القاب، الاكثر تتويجا بالسوبر الافرو اسيوي مرتين، الاكثر تتويجا بالسوبر الافريقي مرتين. 4 ارقام قياسيه في وقت اقل. الخمس بطولات الزمالك على ارضه لم يهزم مباراه، حتى نقاط 0. فبالتالي الزمالك بطل القرن الافريقي. المحكمه حكمت لنا هنقول نادي القرن وتحت كده هنشيل حقيقي بحكم المحكمه. خلاص؟ واخد عدد بطولات افريقيا ابطال الدوري، واخد افرو اسيوي اكتر منك، وكل البطولات واخدها اكتر منك، وفي الاخر ما يبقاش هو نادي القرن. في ظلم كبير جدا. زي ما انا بقول ان منتخب مصر اتظلم ان هو ما كانش منتخب القرن. يعني ازاي منتخب الكاميرون يبقى هو منتخب القرن واحنا اكتر فرقه؟ خلاص المحكمه ما حكمتناش هنخليها نادي القرن الحقيقي. انت مالك بينا؟ انت زعلان؟ الزمالك كان واخد 9 والاهلي كان واخد 7. الزمالك شايف انه كده الحق ليا ان انا اخد اللقب اللي خده الاهلي بحسب ما بيقول رئيس الزمالك بالمحسوبيه والمجاملات. ده كان مين زمان؟ اهو مكتوب عليه نادي القرن الحقيقي اهو. انا مع ان احط في الكارنين ان نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي ويعمل يافطه اقول ان نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي. سألنا سؤال، هل ال9 اقل من ال7؟ فين؟ في بلاد الوقوع. فال7 هو اللي يبقى البطل. تيجي ازاي؟ عشان الاهلي. طيب هل ال7 اكبر من 9؟ امتى؟ في زمن الكورونا. ايوه ال7 اكبر من 9 في زمن الكورونا. ده اللي خلى النادي الاهلي طلع بيان مضمونه ان هو يعني بيقول: أصدرت إدارة النادي خطابا إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلب فيها إيقاف قناة نادي الزمالك التي تملكها وتديرها إعلام المصريين عن المشاركة في الترويج للاحتفالية الكاذبة وما أسماها البعض باحتفالية نادي القرن. أنت زعلان من إيه؟ عملية حسابية. نادي القرن ده حقنا. لكم الكاف ووكالة الأهرام واتحادات الكورة والحكام، ولنا الزمالك. نادي القرن ده حقنا. وهندن وراه. احنا خلاص خدناه بالأمر الواقع على فكرة. أجيال ورا أجيال لما تمشي كده تلاقي نادي الزمالك القرن الحقيقي. وفي النهاية طز. الزمالك هو أكثر الأندية تتويجا بالبطولات القارية في القرن العشرين، وعند جماهيره هو نادي القرن الأفريقي. مش عاجبك؟ مش مهم. يزعل يزعل واللي يطق يطق واللي يشرب من البحر يشرب واللي يشرب من بتاع حر. خلاص. أنت دلوقتي خدت شقتي واحتلتها وأنا جيت طردتك وقعدت أسرتي فيها. أنا نادي القرن الحقيقي. بشكل رسمي هو الاستجابة لرغبة الملايين من جماهير نادي الزمالك في كل مكان في العالم باعتماد يوم 9/7 هو عيد كل الزملكاوية والاحتفال بيوم نادي القرن. إن يوم 9/7
هيبقى من كل سنه، يعني من كل عام هيبقى يوم الاحتفال بان نادي الزمالك هو نادي القرن. خلاص و9/7 الاحتفال السنوي لنادي القرن الحقيقي. كل سنه وانت طيب يا زمالك، كل سنه وانت معانا يا زمالك كده، وكل سنه واحنا بنحتفل بيك.